بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هوريكم فيديو النهارده للناس اللي هي بتبقى مثلا ماشية وبعدين تفوجئ تلاقي مثلا ايه يعني الاقي المكنة عنده مثلا فيها تقطيع فيها خنقة الكلام ده كله، وبدأ مثلا بدل ما يروح يشوف المشكلة او يشوف التقطيع او يشوف الكلام ده كله رايح مثلا وهو بيلعب في الكهرباء ما لقاش مثلا مشكلة في الكربيراتير في الكلام ده في البنزين في تكيهات تقسيمه كل ده ظبطه تمام وملهاش اي مشكله خالص. فطبعا رجع تاني بقى بدا يفصل مثلا كل لمبينه بيفصلها وبيشيلها زي كده مثلا تمام. فاصبح ان ايه بقى بعد كده لا بقى ايه ان مثلا ان كل شويه لازم ايه يعني يشيل البيبه ويفصلها ويبص على البتاع. فجي في الاخر طبعا انا عايز اقلب لسه ليك الكاميرا بس مش عايز تقلب. طيب طبعا جه هنا فصل البتاع زي ما انت شايف كده، فصل الكليبس الموبينه. المكنه طبعا دايره اهي تمام. طبعا المكنه دايره الصوت قدامك زي ما انت سامع اهو مفيش فيها مشكله خالص تمام. المكنه بالسلنساه حلوه بس تبص بقى هنا هتلاقي الكليبس بتاع الموبينه ديت اهو راكب والموبينه الثانيه الكليبس بتاعها مش موجود خالص هنا اهو تمام. طيب المشكله هنا في بص بقى الكليبس هو حاطه فين، بص الكليبس بتاع الموبينه اهو تمام. طبعا هو لما حط الكليبس كده المكنه دايره زي ما هي مفيش مشكله، بيجي يركب الكليبس زي كده مثلا نفس الوضع ده كده بيوصل الكهرباء. بص الشارس شغال اهو تمام. بيجي يركب الكليبس زي كده تمام. تروح المكنه عامله عنده تقطيعه ومخنوقه منه في المشي. طيب لما انت تيجي تركب بقى الكليبس زي كده مثلا لو عندك في تقطيعه ولا حاجه والمكنه مثلا عندك فيها مشكله والكلام ده كله وعايز تشوف التقطيع عندك او تشوف المشكله فين، لو هي عملت معاك نفس الوضع ده كده بالظبط بتبدا انت تعمل ايه بقى؟ بتبدا انت تيجي مثلا على البيجو. طبعا الموبينه طالما وصل لها كهرباء وشغاله الكهرباء بتاعتها من هنا يبقى مفيش فيها مشكله خالص. طيب لو انا وصلت الكليبس ده زي ما انا بشيله كده بالظبط تمام، وطبعا في كهرباء اهو تمام. طبعا لو انا شلته والمكنه ظبطت معايا زي كده تمام السلنسيه بتاعها كويس وركبته المكنه عملت السلنسيه بتاعها برجل او عملت عندك تقطيعه او ما ظبطتش او اتخنقت، المشكله بسيطه خالص ومفيش فيها اي حاجه خالص. كل اللي هتعمله ان انت هتيجي على البيجو ده اهو تمام. هو البيجو هتلاقي البيجو بتاعها بايظ لان كانت لسه الوضع ده دلوقتي حاصل، وانا عشان كده قلت لازم اعمل فيديو على الموضوع ده مخصوص. بتشيل البيجو بتلاقي البيجو بتاعه بايظ خالص، الشمعه بتاعته خلصانه او فاصل كهرباء خالص مفيش فيه كهرباء تمام. هتغير البيجو هتظبط معاك وهتروح مركب الكليبس بتاعك وهتشتغل الجزء المباين مفيش فيها اي مشكله خالص. طبعا مش اي تقطيعه عندنا. واحد يقول لك لا يا عم طب انا ما فصلت الكليبس ظبطت. طب انا لما افصل الكليبس هتظبط طبعا لان هو البيجو بايظ بيرد الكهرباء ما بيخليش المكنه مبرجل المكنه خالص شغاله على بيجو واحد والتاني عمال ياخد كهرباء ويرجع ما هوش ظابط المكنه خالص. يبقى الموبينه عندك لما تلاقي الموبينه اليمين فاصله او الكليبس بتاعها متشال او مش عارف التقطيع عندك منين تشيل الكليبس بتظبط يبقى غير بيجو على طول من غير اي نقاش وما تخترعش كتير ولا اختفور ولا فحمه ولا الكلام ده كله. وكل سنه وانتم طيبين واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. مع لسه بطريق مع كل جديد، هي تفاصيل صغيره بس بتفرق معاك كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.